مساء الخير وأهلا بكم أصدقائي وصديقاتي في حلقة من حلقات الثقافة الطبية والاجتماعية. النهاردة الحلقة هتكون يعني هي حلقة شخصية شوية. حابب أتكلم معاكم فيها عن تجربتي مع مرض الكورونا المتحور الجديد. أنا كنت قاعد في أمان الله، لا ليا ولا عليا، ما فيش أي حاجة خالص، ما فيش أي أعراض، مش حاسس بأي حاجة، عادي جدا. رحت شغلي جاي عادي جدا وجيت البيت عادي جدا، ما فيش حاجة. بعد ما اتعشيت حسيت زي ما يكون حاجة واقفة في زوري هنا. عارف لما يكون عندك شرقة؟ حسيت بحاجة زي كده. فضلت الشرقة دي معايا يوم كامل أو ليلة كاملة. تاني يوم الصبح حسيت إن أنا مش طبيعي، حسيت إن يعني الشرقة دي بدأت تبقى يعني زيادة شوية، فقلبت بكحة، كحة جافة. يعني ما فيش بلغم ولا حاجة، بكح يعني، مخلية زوري تعبان. جيت على بالليل، حسيت يعني بدأت أحس بدرجة حرارة مرتفعة، يعني مش مرتفعة جدًا ولكن ارتفعت درجة حرارتي عن المعدل الطبيعي. وبدأت الكحة تزيد وتبقى فيها، وأحس إن في حاجة على صدري وعايزة تطلع، ما بتطلعش. على طول رُحت جِبت دوا كحة، وبدأت آخُد في خافض حرارة عندي هنا. بصراحة كنت باخد جرعة كبيرة عشان أتمكن من الحرارة قبل ما تتمكن هي منّي. آآ بعد كده تاني يوم، يعني اليوم ده عدّى، تاني يوم بقى الصبح وأنا رايح الشغل، حسّيت إن أنا مُنهَك فعلًا، تعبان، مش يعني جسمي تعبان، مش يعني مش قادر إن أروح، بس أنا لازم أروح. عندي مرضى جايين وأنا ما بلّغتش وما قُلتش إن أنا تعبان ولا حاجة، ما أحبّش إن أنا أبقى بعيد عن المرضى، مع العلم إن أنا باستخدم الكمامة طول الوقت، طول الوقت، وباطهّر إيديّا وبالبس الجوانتي وكل حاجة، يعني على طول، يعني وباعمل بُعد اجتماعي 6 قدم عن اللي قدّامي الحاجات دي كلّها. يعني أنا لا زلت باتعامل مع الوضع كإن إحنا لسه في الكورونا في أول ما ظهرت. قضيت اليوم بصراحة وأنا في قمة التعب، وصوتي بدأ يتغيّر، بدأ يبقى صوت واحد عنده برد شديد أوي. آآ قُلت أمّا أروح أكشف، يعني أعمل مسحة لعل وعسى يكون في حاجة، عشان بس أبقى متطمن. عملت المسحة وظهرت تاني يوم إن أنا عندي كورونا. فطبعًا على طول آآ بدأت إن أنا أجهّز نَفْسي للتعامل معاها. يعني أنا عزلت نَفْسي في حُجرة منفصلة. طبعًا كل حاجة ألمسها لازم تتطهّر. بدأت بقى آخُد العلاج اللي أنا المفروض آخده. خدت مضاد حيوي بصراحة عشان البلغم اللي بيطلع دوّة، بدأت أشوف لونه متغيّر شوية. وطبعًا دوا الكحة مستمر عليه ومنخفض للحرارة. خدت بقى الزنك، وخدت فيتامين C، وأخدت كمان آآ فيتامين D. وسوائل على طول بقى، باشرب سوائل دافية على طول. ما اخلّيش بُقّي جاف أبدًا، لأن من الأعراض اللي أنا لاحظتها جفاف البُق. الحاجة اللي أنا لاحظتها أوي، أوي، أوي في أول يومين، تعب في المعدة، في البطن، تعب في البطن، وإن أنا عايز أخش الحمام آآ باستمرار، بطريقة غريبة يعني، مش طريقة، أنا من النوع اللي عندي إمساك، يعني دايمًا عندي إمساك، لكن لقيت نفسي داخل الحمام كتير، فبقيت مستغرب. وريحة لا مؤاخذة البراز له ريحة وحشة. آآ فده خلّاني يعني قلقان، ده قبل ما أعمل المسحة. طبعًا بقى بعد ما عملت المسحة وطلعت positive، عرفت إن ده كان كل ده بسبب فيروس الكورونا المتحوّر الجديد.
هم بالضبط 3 أيام، فيعني باستمراري على العلاج اللي أنا استمريت عليه دوّة. أنا أنا قالوا لي خُد Paxlovid اللي هو العلاج بتاع الكورونا، الدوا اللي مخصص للكورونا. أنا بصراحة امتنعت إن أنا آخده، لأنه هيتعارض مع حاجات كتيرة عندي، ما أخدتوش واستمريت بس على الحاجات اللي أنا باخدها دي، مع زي ما قُلت لكم سوائل باستمرار ودافية. ممنوع إن أنا أشرب حاجة ساقعة أو حاجة من التلاجة وبتاع. المكيفات زي الشاي والقهوة والحاجات دي قللت منها جدًا، عشان برضه جفاف البُق ما يزيدش أوي. هم يعني بالضبط هم كانوا 5 أيام بالضبط، وكنت بدأت إن أنا أتعافى منها والحمد لله. بعد أسبوع كامل بدأت أنزل الشغل. طبعًا يعني إن أنا برضه محترس احتراس قوي جدًا، خوفًا على زملائي وخوفًا على المرضى وخوفًا على كل حاجة. طلبت منهم إن هم أي حاجة إن أنا ألمسها لازم تتطهّر، برضه احتياطي، احتياطي واجب. لغاية ما فات أسبوعين، رُحت عملت مسحة تانية والحمد لله طلعت negative. ودي كانت تجربتي مع مرض الكورونا المتحوّل الجديد. أرجو أي إنسان ييجي له شوية برد ويحس بتعب كده، ما يستهونش بالأمر ويقول إن دول شوية برد وهيروحوا. أرجو يروح يعمل مسحة فورية. والمساحات دلوقتي بقت مساحات سريعة، يعني كمان في مسحة سريعة جدًا بتتعمل يعني برضه عشان الواحد يحتاط وما يأذيش اللي جنبه، ما يأذيش اللي معاه. أتمنى الشفاء لكل مريض، وأتمنى السلامة لكل إنسان، ولكم مني خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.